تخيل معايا انك تكون اقوى رجل في العالم، بتمشي جيوش وبتحرك اقتصاد دول، راجل تقيل يعني، والناس بتعمل لك الف حساب. بس في نفس الوقت انت بتعرق وبتترعش لما بتشوف شخص معين بيتصل عليك عشان عارف ان هو ماسك عليك زله، ماسك عليك شريط فيديو متسجل في اوضه نوم في جزيره معزوله، شريط مدته دقايق بس كفيل ان هو ينهي مستقبلك ويدمر عيلتك ويلبسك بدله الاعدام. النهارده مش هنحكي عن مجرد ملياردير منحرف، النهارده هنفتح الصندوق الاسود لجيفري إبستين، الراجل اللي صور اسياد العالم بالكاميرا الخفيه وبيتحكم في رؤساء العالم بريموت كنترول. اهلا بيكم في قناه بلوت تويست. في القناه ديت انا بتكلم عن ناس صنعت معجزات وناس اتهببت وعملت كوارث، وبيبقى ممكن نفس الشخص وعمل الحاجتين مع بعض، وانا مهمتي ان انا بحكي لك الموضوع من اول المشهد لحد بلوت تويست. فلو دي اول مره تشوفني شرفني باشتراكك في القناه، وهات كوبايه الشاي بلبن المتينه ولا الروشتين بتوعك، وسيبك من اللي فات وركز معايا في اصل الحكايه. قصتنا بتبدأ في السبعينات في مدرسة اسمها دالتون. المدرسة دي في نيويورك وكانت مدرسة للطبقة الراقية. شغال فيها مدرس رياضيات عادي جدا اسمه جيفري إبستين، مدرس حرفيا بيقبض ملاليم، لا عنده كاريزما ولا عنده شهادة حتى جامعية تخليه يدرس في مدرسة زي دي. فجأة وفي يوم وليلة المدرس ده بيسيب المدرسة وتلاقيه لابس بدلة شيك على الآخر وقاعد في مكتب في وول ستريت، أكبر بورصة في العالم. لا وإيه، شغال في بنك الاستثمار بير ستيرنز، وبيدير ثروات مليارديرات في أمريكا. إزاي نط النطة دي محدش يعرف. موضوع عامل بالظبط كده زي صاحبك اللي انت كنت بتقعد معاه على القهوه، تعرف كده ان هو يعني ما كملش الاعداديه اصلا، وتلاقيه مره واحده داخل عليك بعربيه بورش ويقول لك انا خلاص بقيت مستثمر، وانت عارف ان انت لما كنت بتقعدوا زمان كنت انت بتحاسب له اصلا على الحجرين اللي بيشربهم معاك. المهم إبستين بقى في لمح البصر مليونير وبعدين بقى ملياردير، وقام عمل شركه استثمار خاصه بيه، شرطها الوحيد عشان إبستين يمسك لك اموالك انك تكون ملياردير. الراجل ده اشترى اكبر قصر في نيويورك وبقى بيمشي مع بيل كلينتون ودونالد ترامب وبيل جيتس. بس إبستين كان عنده مشكله، هو معاه فلوس بس كان محدث نعمه، ما كانش بيعرف يتكلم لغه الكبار، كان عايز حد يعمل له كوبري من الاخر يدخله يعني وسط العائلات الملكيه في اوروبا. وهنا بقى تظهر راس الافعى، جيسلين ماكسويل. ركز في الاسم ده كويس قوي، دي مش مجرد ست مجرمه عاديه، دي بنت روبرت ماكسويل، امبراطور الاعلام البريطاني اللي مات فجاه ووقع من على يخته، واللي كان متهم ان هو جاسوس تقيل قوي للموساد. يعني من الاخر جيسلين دي كانت بنت ناس تقال قوي، متربيه في قصور وعارفه اسامي رؤساء وامراء اوروبا بالاسم. جيسلين اتعرفت على إبستين وبقوا شركاء، هي جابت له العلاقات والشياكه وهو جاب لها الفلوس المفتوحه. إبستين كان عنده مرض وهوس بشع بالقاصرات، وجيسلين قررت ان هي تسخر الذكاء بتاعها وشكلها في ان هي تكون صائده للفرائس. كانت بتنزل بنفسها عشان تدور على بنات من عائلات مفككه او فقيره، تدخل على البنت بابتسامه كده زي الملاك وتقول لها ايه رايك تشتغلي معايا، انا عندي صديق ملياردير عايز حد يعمل له مساج خفيف، تيجي تعملي له انت المساج وتاخدي لك $200. البنت الغلبانه بتروح، بس بتكتشف ان موضوع المساج ده كانت ستاره حرفيا لاعتداء بشع. المصيبه الاكبر ان جيسلين كانت بتشغلهم بنظام التسويق الشبكي، يعني اسوأ نوع نصب في التاريخ. تقبض البنت $200 وتقول لها لو جبتي صاحبتك ليكي $200 زيهم تاني. البنات من خوفهم بقوا بيجيبوا بعض وعملوا حرفيا هرم من الضحايا. في عالم السياسه والفلوس لو فاكر ان اكبر سلاح ممكن يكون السلاح النووي تبقى غلطان. اقوى سلاح في العالم هو الفضيحه، اللي يكون ماسك عليك زله. الملياردير جيفري إبستين كان عارف القاعده دي كويس قوي، فعشان يبني امبراطوريته اشترى جزيره معزوله في البحر الكاريبي اسمها سانت جيمس. الجزيره دي ما دخلهاش سياح عاديين خالص، دي دخلها رؤساء امريكا وملوك في اوروبا وحتى العلماء، وكانوا بيروحوا هناك عشان يعملوا اسوأ الكوارث اللا اخلاقيه مع القاصرات، وهم فاكرين ان هم في امان لان الجزيره كانت معزوله على الاخر. ولكن البلوت تويست المرعب ان إبستين ما كانش بيعزمهم كده كرم اخلاق منه، إبستين كان بيبني اكبر مصنع ابتزاز في التاريخ. الجزيره كلها والقصر وحتى المبنى الغريب اللي كان عامل زي المعبد اللي عنده ده كان متفخخ بكاميرات وميكروفونات دقيقه جدا، كاميرات ورا المرايات وفي اوض النوم وحتى في الحمامات. اي رئيس دوله او شخصيه مهمه حرفيا اتصور لها فيلم وثائقي عالي الجوده، مقاطع بلوتوث، وكل ده بيتخزن في غرفه التحكم بتاعت إبستين. إبستين ما كانش مجرد منحرف، إبستين كان بيجمع داتا، كان بيمسك اسياد العالم من رقبتهم، ولو رئيس فكر ان هو يفتح بقه ولا يقول اي كلمتين معاه، السي دي بتاعك معايا وممكن اوديك في 60 داهيه. فضل الراجل ده يحكم رؤساء العالم بالطريقه دي لكام سنه. يعني هو ده الشخص اللي حرفيا ينفع يقول لك انا ممكن اجيبك بلبوص، وده مش مجاز، هو فعلا اوريدي جابك بلبوص على سي دي عنده. لحد ما جت اللحظه بقى اللي قلبت الكوكب. إبستين فضل يحكم في الضلمه ومسجل كل اسماء ضيوفه في دفتر اسمه الدفتر الاسود، لحد ما سنه 2005 جت وفي بنت شجاعه قررت ان هي تبلغ البوليس. الاف بي اي حقق ولقوا كوارث كفيله ان هي تسجن إبستين مدى الحياه 10 مرات.
بس ركز معايا بقى في اللي جاي عشان المعلومه دي انت مش هتسمعها كتير. المدعي العام وقتها كان اسمه الكسندر اكوستا. جميل. اكوستا عمل اغرب صفقه في تاريخ القضاء في امريكا سنه 2008. خلى إبستين ينفذ حكم هزلي قوي، خلاه يقضي 13 شهر في السجن بس. والمصيبه ان هو كان مسموح له ان هو يخرج الصبح ويدير شغله في مكتبه ويرجع بالليل بس ينام في الزنزانه. يعني واخد السجن بنظام الهاف بورد، اقامه فندقيه وشامله الفطار. الناس اتجننت، ازاي راجل زي ده ياخد حكم زي ده كده بس؟ والاجابه الصادمه قالها اكوستا في لقاء صحفي اتسرب له قبل كده لما اتسال على موضوع الصفقه دي. قال لهم بالنص: قيل لي ان إبستين ينتمي للاستخبارات وطلب مني ان اتركه وشاء. يعني الراجل القادر كان مدعوم بالمخابرات عشان كان في اجهزه كامله بتحميه عشان ماسك سيديهات على حكام العالم. المهم مرت السنين وجت سنه 2019 وكان في حركه اسمها ميتو كانت في ذروتها، والضحايا بقى خلاص ما بقوش خايفين. الاعلام ضغط والاف بي اي اضطر ان هو يقبض على إبستين تاني وهو راجع من باريس. العالم بقى ساعتها كله حط ايده على قلبه خلاص. إبستين في سجن متروبوليتان في نيويورك ومحطوط تحت نظام مراقبه الانتحار. لو إبستين عاش لحد يوم المحاكمه وفتح بقه نص حكام الكوكب هيتحبسوا. فيجي يوم 10 أغسطس 2019 ننام ونصحى على الخبر العبثي ده: العثور على جيفري إبستين مشنوقا في زنزانته. طب ازاي؟ قال لك والله النصيب. الزنزانه اللي متراقب 24 ساعه بالكاميرات، قال لك اصل معلش والله الكاميرات باظت في اليوم ده بالذات. طب والحراس اللي كانوا بيلفوا كل نص ساعه؟ قال لك لا اصل هم كانوا مطبقين واضطروا يناموا. طب يا عم بلاش ده، زميله اللي كان معاه في الزنزانه، قال لك زميله اللي احنا نقلناه بالصدفه قبلها بيوم. كميه صدف بيعاملوا الناس على انهم هنود وراكنين الفيل تحت البيت. مات إبستين واتقفل بابه وقالوا انتحار، بس الكارثه الحقيقيه ما ماتتش معاه. البوليس لما اقتحم قصر إبستين عشان يصادر السيديهات والادله لقوا خزن سريه ضخمه جوه الحيطان. بس خمن ايه بقى؟ اغلب الهاردات والسيديهات دي كانت كلها مسحوبه مختفيه قبل ما البوليس يوصل. جيسلين ماكسويل اتقبض عليها بعديها بسنه واتحكم عليها ب20 سنه سجن، بس فضلت ساكته وما فتحتش بقها باسم واحد من الكبار لان كانت عارفه ان مصير إبستين كان هيبقى مستنيها. قصه إبستين مش قصه مجرم عادي، دي قصه بتوريك ازاي العالم بتاعنا ده بيدار في الغرف المغلقه، بتكشف لك ان اللي احنا بنشوفهم على الشاشات لابسين جرافطات وبيتكلموا عن المثاليه وحقوق الانسان ممكن يكونوا مجرد عرايس مرونات واحد ماسك عليهم زله في الاخر. جزيره إبستين اتباعت من فتره قريبه لملياردير تاني، الرمله اتغسلت والمباني اتجددت، مع اكيد يعني طبعا من النجاسه اللي كانت بتحصل فيها، بس الارواح اللي اتكسرت هناك عمرها ما هتتنسي. وهنا بيجي بقى السؤال اللي هيطارد كل ملياردير وكل سياسي زار الجزيره، وهو نفس السؤال اللي انا عايز اسيبه لكم عشان تفكروا كده فيه. تفتكروا مين اللي سرق الهاردات؟ مين اللي ماسك دلوقتي على حكام ورؤساء الدول الزله دلوقتي مكان إبستين؟ لحد هنا قصتنا انتهت، بس كالعاده لو في دماغكم اي شخصيه حابين ان انا اتكلم عليها اكتبوا لي في الكومنتات تحت. بنى امبراطوريه وفضح الكبار ومات مشنوق والسر اتدفن معاه في النار. السلام. حكم تكاتك.